أهلا بيكم في قناة كل كروشيه. أنا نيرة. النهاردة هنعمل مع بعض جاكيت شتوي كروشيه جميل جدا سهل وبخطوات بسيطة خالص. كل اللي هنستخدمه مربعات جيران وهنحولها جاكيت دافي وحلو جدا. المشروع ده مناسب للمبتدئين ومش محتاج غير شوية خيوط ووقت بسيط. يلا بينا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة. هقولكوا على الخامات اللي احنا هنبدأ بيها الأول. احنا هنستخدم دلوقتي خيوط اللي هو الصوف نوعها هيمالايا افريداي. ده حلو جدا ضد الوبر وضد الحساسية. في نفس الوقت اللي هو بيبقى حلو وخفيف. هنستخدم 100 جرام لون احمر و100 جرام لون نبيتي عشان هنستخدمها فتلتين مع بعض. بعدين هستخدم 300 جرام من الاسود. هستخدم اللي هو خيط اللي هو فارو نوع اللوفيا فلورير. هستخدم 300 جرام منه و200 جرام من خيط قطن ايطالي او قطن مصري بيبقى يعني حلو جدا. وهستخدم ابرة رقم 5. طبعا انتوا ممكن تستخدموا اي ابرة، يعني مش شرط رقم 5، ممكن تستخدموا 5.5 6 عشان تطلعوا المربع كبير بشكل حلو. والمقص طبعا عشان هنستخدمه طول الوقت. كل ده عشان هنعمل مربع اللي هو انتوا شايفينه ده بخطوات بسيطة جدا حلو وبيدي شكل جميل. يبقى احنا كده هنستخدم 100 جرام من لونين مختلفين، 300 من اسود وهنستخدم الابيض الاتنين فتلتين مع بعض عشان يبقى مخليه شكله حلو. اول حاجة هنعمل اللي هي عقدة اللي هي بتاعت البداية بالشكل ده. وبعدين هنعمل 5 سلاسل. وبعدين هنقفل 5 سلاسل اللي هي بأول غرزة علشان هنعملها على شكل دايرة. هنقفلها. بعدين هنعمل 3 سلاسل عشان نبدأ سطر جديد. أول حاجة هعمل عمودين عشان هيبقوا كده 3 عواميد مع بعض. 3 المفروض اعمل 3 عواميد بالظبط. وبعدين هعمل 3 سلاسل. يبقى انا كده عملت 3 عواميد 3 سلاسل 3 عواميد و3 سلاسل. هكرر الحركة دي 4 مرات عشان يبقوا 4 مرات عواميد منفصلين عشان يبقوا حوالي 12 عمود بالظبط. هو كده تقريبا هيبقوا عملت 3 مرات هنا و3 مرات هنا. يبقى احنا كده عملنا 12 عمود. هنقفل بقى السطر الاول ب4 مرات غرز منزلقة علشان نبدأ العمود في اللي هي ال3 سلاسل زي ما انتوا شايفين كده. 3 1 2 3 وبعدين 4. وبعدين هنعمل 3 سلاسل عشان نبدأ سطر تاني. هعمل عمودين 3. وبعدين هقفلها ب3 سلاسل وهعمل في نفس الغرزة دي بالظبط 3 عواميد تانية. يبقى احنا كده عملنا 3 عواميد 3 سلاسل و3 عواميد. بعدين هعمل زي ما انتوا شايفين كده هعمل غرزة بس اللي هي سلسلة. بعدين هعمل هنا تاني نفس الكلام 3 سلاسل 3 عواميد وبعدين 3 سلاسل وبعدين 3 عواميد. 3 1 2 3. هكرر نفس الخطوة لحد ما اوصل للبداية بالظبط. هعمل 4 مرات كده. خلصنا اللي هي الخطوة دي وهقفلها بسلسلة. بعدين هعمل 3 غرز منزلقة علشان هقصها وابدأ اللي هو الخيط جديد. شايفين المربع حلو ازاي ومتناسق ازاي، يعني مفيهوش مثلا اي عوجة ولا اي حاجة خالص. قصينا اللي هو اللون البيتي والاحمر. هنبدأ سطر جديد اللي هو الابيض. هنستخدم الاتنين مع بعض
يعني هستخدم فتلتين من الفرو علشان تبقى الغرزة باينة كده وباردة. هستخدم فتلتين فرو مع فتلة خيط اللي هو القطن، يبقى كده انا استخدمت 3 فتل. بعد ما ربطناها هنعمل بقى الغرزة الرابعة اللي هي المنزلقة، وهناخد دايما معانا اللي هي الخيوط اللي هي اللي هي التنظيف معانا اول باول عشان ما تتعبناش في الاخر. هعمل 3 سلاسل، وبعدين هعمل عمودين، بعدين هعمل 3 سلاسل، بعدين هعمل 3 عواميد. يبقى كده انا عملت 3 عواميد و3 سلاسل و3 عواميد. ده السطر التالت معانا. بعدين هقفلها زي ما انتوا شايفين كده، ادينا عملنا 3 عواميد و3 سلاسل 3 عواميد، وهقفلها بسلسلة، وبعدين هعمل جنبيها 3 سلاسل 3 عواميد بالظبط، وبعدين سلسلة، علشان هو كل سطر بيبقى بيزيد عندنا 3 عواميد تاني. هعمل الحتة دي برضو 3 عواميد 3 سلاسل و3 عواميد، علشان الجناب بتبقى عبارة عن 3 عواميد 3 سلاسل 3 عواميد، عشان تبقى شكل مربع من الزوايا من كل ناحية يعني مظبوطة جدا. ما فيهاش اي عوجة ولا اي حاجة، مش هنحتاج حتى ان احنا نظبط المربع. نخلص كل ده لحد ما نوصل للنهاية. بعدين بدأنا فتلة جديدة لون اسود، او ممكن تعملوه باي لون زي ما انتوا حابين. هعمل اللي هي الغرزة المزلقة اللي هي الرابعة، بعدين 3 سلاسل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة بتاعتنا عشان تشوفوا اي فيديوهات جديدة، وتفعلوا الجرس عشان يظهر لكم اي فيديوهات جديدة اللي احنا بنعملها. بعد كده عملنا 3 سلاسل، هنعمل 3 عواميد برضو في نفس الغرزة في الزوايا زي ما احنا اتفقنا كده. هنعمل 3 عواميد و3 سلاسل و3 عواميد، بعدين هقفلها بسلسلة. هعمل مرتين في الحتت فاضية دي 3 عواميد، 2 3. هقفلها طبعا بسلسلة. هعمل هنا 3 عواميد برضو، 2 3. وهقفلها بسلسلة. يبقى عشان هنبدأ بقى اللي هي الزاوية، هنبدأ مكملين مع بعض كده لحد ما نوصل للبداية، علشان نعمل سطر جديد، السطر الأخير. تمام، هنكمل مع بعض زي ما احنا قلنا لحد البداية عشان نبدأ سطر جديد. كده احنا خلصنا اللي هو السطر ده. هعمل مرتين خيط لون اسود علشان يبقى باين، لان انا لو عملت سطر واحد بس اسود هحس ان المربع القص بتاعته هتبقى ضعيفة، لان انا هستخدم 3 الوان بس. هنعمل الغرزة الرابعة اللي هي المنزلقة، بعدين 3 سلاسل، هبدأ السطر الاسود برضو نفس الكلام. هعمل عمودين، وبعدين 3 سلاسل، وبعدين 3 عواميد مع بعض، 2 3. هقفلها بسلسلة، هكمل برضو نفس الكلام. هعمل 3 عواميد وسلسلة، 3 عواميد وسلسلة. هنفضل ماشيين نفس الكلام نفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. منظر الغرز بقت كبيرة، هنفضل مكملين لحد السطر الأخير. بعدين هنعمل 3 مرات غرز منزلقة، وهقصها عشان أبدأ في خيط جديد اللي هو الأبيض برضو. هقصها. شايفين شكل مربع متناسق ازاي؟ الزاوية بتاعته مظبوطة تماما، مش هنحتاج ان احنا نعمل بلوكينج ولا اي حاجة خالص. اللي هنستخدم السطر اللي هو الاخير اللي هو الابيض.
هنعمل فتلتين فرو وفتلة قطن، هنقفلها بقى بالغرزة الرابعة اللي هي منزلقة. بعدين هعمل 3 سلاسل 3 عواميد، وهنكمل طبعا نفس الكلام مع بعض. 3 عواميد وبعدين 3 سلاسل وبعدين 3 عواميد في الزوايا بس. لان احنا لو عملنا مثلا بين 3 عواميد في الزاوية وغرزتين بس اللي هي السلسلة، هتلاقوا اللي هو المربع مش مظبوط خالص. لكن لو عملنا 3 سلاسل زي 3 عواميد هنلاقي المربع مظبوط جدا من عند الزاوية. هنكمل بنفس الطريقة لحد النهاية مع بعض، عشان هقول لكم نبدأ بقى نقفل تشبيك المربع ازاي. نكملها لحد هنا. بعد كده بقى هقفلها ب4 غرز منزلقة، 2 3 4، وبعدين هعمل سلسلة وهقصهم. زي ما انتوا شايفين شكل المربع شكله جميل جدا. مش هنحتاج نعمل بلوكينج ولا اي حاجه خالص، المنظر المربع بقى كبير مع بعض. عملنا حوالي 18 مربع، علشان قررت ان انا هعمل جاكيتين، واحد مقاس كبير واحد مقاس صغير. عملنا كده 18 مربع. هنبتدي بقى نعمل بلوكينج بقى المربع الصغير. هنعمل 4 مربعات ورا. هنبدأ بقى نعمل التقفيل اللي هو هنقفلها زي شكل بلس بالخيط الاسود. هنعمل التقفيل كله بالخيط الاسود، تمام. عشان بعد التقفيل هنلاقي المسافة بين المربعات هتكون كبيرة، وفي نفس الوقت الظهر هيكون كبير وحلو. اول حاجة هعمل الاسود 3 مرات لحد ما اوصل للبداية، عشان الزق المربع اللي هو اللي جنبيه اللي هو الناحية الشمال فيه. بس هقول لكم بقى خطوات بقى بسيطة جدا وفي نفس الوقت تقفيل حلو. ادينا عملنا 3 مرات بالاسود. هنيجي بقى نحط المربع جنبيه، واحنا عملنا تحت الناحية دي 3 عواميد 3 سلاسل. هنيجي بقى في المربع بقى اللي جنبيه بالظبط، هعمل في اللي عند ال3 سلاسل اللي هي دي قدامنا دي 3 عواميد. عملنا 3 سلاسل، هنعمل بقى 3 عواميد الناحية دي، 2 3، وبعدين هعمل سلسلة وهعمل غرزة سقط في المربع اللي على اليمين، وبعدين هعمل 3 عواميد. وبعدين هقفلها بسلسلة وهعمل غرزة سقط في المربع اللي جنبي، وبعدين هعمل 3 عواميد. هنفضل مكملين بالشكل ده لحد ما نطلع فوق مع بعض. زي ما انتوا شايفين الخطوة دي بتخلي شكل المربع حلو جدا والتقفيل حلو، وفي نفس الوقت بتوسع المربع جامد، وبتوسع التقفيل ما يبقاش مشدود. بيبقى من النص طالع كده مكرمش او اي حاجة، لان في بعض من الناس بتبقى ايديها شديدة. ادينا زي ما انتوا شايفين عملنا التقفيل بالشكل ده. طلعنا من تحت بعدين شمال بعدين نزلنا تحت، بعدين نفس الطريقة دي لحد ما نوصل للنص اللي ما بين المربعين. هنقفل الحتة دي كلها لحد ما نوصل في النص دي، عشان هنقول لكم هنبدأ في الناحية التانية ازاي. عملنا 3 عواميد زي ما انتوا شايفين. هنعمل بقى هنعمل سلسلة واحدة وبعدين غرزة سقط في اللي هي تاني سلسلة قدامكم دي. هعمل غرزة سقط وبعدين هعمل سلسلة واحدة بس، وهعمل 3 عواميد بقى ايه في الزاوية دي.
بعد كده بقى هعمل 3 عواميد زي ما احنا عارفين لحد النهاية. هنقفلها ب4 غرز منزلقة، بعدين هنقفلها بسلسلة، وبعدين نقص الخيط عشان نبدأ السطر اللي تحتيه بقى. تمام كده نقصها نشدها كويس عشان تبقى مربوطة. واديكم شايفين شكل التقفيل عامل ازاي، موسع المربعات وتقفيل حلو جدا. انتوا شايفين منظر، يعني هي بصراحة احلى تقفيل بالنسبة لي في المربعات عشان يبقى واسع وكبير. هنحط بقى المربعين تحت، هنعمل نفس الكلام بس هعمل مرة واحدة بس من اليمين بالاسود زي ما انتوا شايفين كده. عملنا اهو وصلنا لحد الزاوية اللي فوق، عملنا 3 عواميد، بعدين هنعمل 3 سلاسل. هعمل غرزة سقط وبعدين سلسلة، بعدين 3 عواميد زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هعمل نفس الكلام سلسلة، وبعدين غرزة سقط في المربع اللي فوق، وبعدين هعمل 3 عواميد. ممكن تعملوا 3 عواميد وبعدين سلسلة، وبعدين تعملوا غرزة سقط في المربع اللي فوق، بعدين سلسلة تاني و3 عواميد. هي يعني انا بالنسبة لي انا بحب اعمل 3 عواميد، بعدين سلسلة وبعدين غرزة سقط وبعدين 3 عواميد، مش لازم اعمل سلسلة كمان. فاللي انتوا حابينه يعني نفس الطريقتين دي برضو يعني مباحة ان تعملوها. تمام كده زي ما انتوا شايفين هكمل الحتة دي لحد ما نوصل للزاوية دي. وصلنا بقى الزاوية دي هعمل 3 عواميد بس، بعدين سلسلة واحدة. هعمل سلسلة بعدين زي ما انتوا شايفين في النص في الناحية دي هعمل غرزة سقط. شايفين الحتة دي هعمل غرزة سقط وبعدين سلسلة، وبعدين هعمل بقى 3 عواميد واكمل بقى لحد اخر خالص المربع زي ما انتوا شايفين كده من غير مشبكة في المربع اللي جنبي. اول هعمل بالاسود الناحية دي لحد ما ننزل لتحت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. شايفين بعد ما عملنا تشبيك شكله جميل جدا ومريح اكتر للعين، وفي نفس الوقت بصوا كبر ازاي، مربعات كلها كبرت. هكملها بقى لحد تحت الزاوية اللي تحت دي عشان اشبكها في المربع اللي جنبيها. عملنا 3 عواميد و3 سلاسل. هاجي بقى اعمل في الزاوية دي برضو 3 عواميد. هعمل 3 عواميد في السطر اللي هو اللي جنبيه ده، وبعدين هعمل سلسلة واحدة، وبعدين غرزة سقط، وبعدين هعمل بعدين عملنا غرزة سقط، وبعدين هعمل 3 عواميد في المربع الجديد، بعدين هقفلها بسلسلة، وبعدين هعمل غرزة سقط برضه. بعدين هكمل نفس الطريقة لحد ما اطلع للنص بين 3 مربعات في الناحية اللي هي في النص الفوق دي. الطريقة دي بتوسع شكل المربعات شكل جميل جدا. هفضل بقى طالعة مع بعض لحد الحتة دي. بدأنا عملنا نعمل اللي هي الزاوية دي. هعمل 3 عواميد، بعدين هعمل سلسلة واحدة بس، 3 عواميد بعدين سلسلة. هكبرها كده عشان تشوفوها اكتر، وبعدين سلسلة هعملها في اللي هي الحتة اللي في النص دي غرزة سقط. هعمل غرزة سقط، بعدين هعمل سلسلة و3 عواميد بقى في الزاوية دي برضه، بعدين سلسلة وهعمل غرزة سقط في المربع اللي هو اللي هيبقى فوقيه، وبعدين هعمل 3 عواميد، بعدين سلسلة، بعدين هعمل غرزة سقط،
وبعدين هعمل 3 عواميد في المربع اللي تحت، وبعدين غرزة منزلقة، سوري معلش، غرزة سقطت معلش 3 عواميد. هنكمل نفس الطريقة لحد ما نروح اللي هي الزاوية الأخيرة دي. هصغرها كده عشان تشوفوا أكتر. شايفين منظر المربع بقى كبير ازاي؟ بعد ما شبكناه بقى عبارة عن مربع واحد كبير قوي. شايفين في النص دي شكلها جميل قوي، عبارة عن دايرة كده حلوة منقسمة ل4 مرات، يعني شكلها حلو جدا بصراحة. هنفضل بقى مكملين لحد ما نطلع اللي هو السطر ده كله للنهاية، ونقفل بقى المربع كله. هيبقى مربع واحد من انتوا شايفينه ده، وقفلناها. زي ما انتوا شايفين كده الظهر شكله جميل جدا وكبر اكتر. بدل ما نعمل جرس سقط، شايفين منظر من جوه ومن بره نضيف جدا. ان احنا واحنا شغالين بنقفلها اول باول، بننضف برضو بواقي الخيوط اول باول. هنحط بقى اللي هي المربعين قدام، عشان هنبدأ نعمل الناحية اللي هي القدام. زي ما انتوا شايفين كده قلبنا المربع. هنحط بقى مربعين من الجنب الناحية دي، ومربعين الناحية دي، بس من قدام مش هنقفلها زي ورا، لان احنا هنسيب فتحة في النص عشان واحنا بنفتح جاكيت وبنقفل الجاكيت مع بعض. هقفلها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عشان نبقى نفتحه بالشكل ده ونقفله عادي كده، بس مش هعمل تقفيل خالص بين المربعات في النص. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى اول مربع اللي هو اللي فوق، هقفلها من جناب، ولكن من عند الدراع مش هقفلها عشان نعرف طبعا ندخل دراعنا فيها. هعمل اول مربع بقى هقفله كله من غير اي ما اسيب اي حاجه. بعدين قفلنا المربع اللي فوق، بعدين بدأنا باللي تحت، عملنا من الجنب مع الظهر بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نعمل بقى الحتة اللي فوق بتاعة المربع، هنقفلها بالمربع اللي فوقيه بالظبط، بس هنسيب الناحية بتاعة الدراع نقفلها بالشكل ده. بعدين هننزل لتحت لحد النهاية. بعدين قفلناها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. نقفله بقى مع بعض كده لحد النهاية. وادينا قفلناه، وهنبدأ برضو نفس الكلام، هنعكس بقى الناحية التانية نفس الكلام برضو زي ما انتوا شايفين كده. هنقفلها الناحية دي، وبعدين لحد ما نوصل النهاية. اهم حاجة بس تركزوا في الناحية اللي انا بقولكوا عليها اللي التقفيل. كده بقى خلصنا شكل المربع اللي هو التقفيل من قدام. هنقصها، بعدين نقفلها بقى ونشد الخيط ونشوف بقى قدامكم الشكل ده. ادينا عملنا اللي هي الناحيتين مظبوطين جدا. من فوق بقى هنتنيها بقى زي اللي كده بسيطة، علشان هنعمل من فوق من عند الكتاف هنقفلها بغرز سقط من فوق الناحية دي هنا، غرز سقط عادية. تمام، وهنعمل الناحية دي هنا رباط في النص زي ما انتوا شايفين. ادينا خلصنا اخيرا الجاكيتين. عملنا مقاس اللي هو سمول ومقاس لارج. عملنا مقاس سمول عبارة عن 8 مربعات، 4 قدام و4 ورا. انما اللي هو اللارج عملنا 10 مربعات، 4 قدام و4 ورا و2 من جنبين. زي ما انتوا شايفين كده المربعات جميلة جدا وكبيرة. في نفس الوقت الجاكيت بقى شكله حلو، مدي انطباع حلو. ممكن يتلبس تحت، زي ما انتوا شايفين كده يتلبس تحتيه جاكيت حلو، جاكيت شتوي زي ما انتوا شايفين. المنظر ده حلوة جدا. كبير بيكفي الوزن 120 كيلو، انما اللي هو الصغير ده لحد 70 كيلو. زي ما انتوا شايفين كده وخلصنا اخيرا الجاكيت مع بعضينا. اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو.
واتمنى تكونوا حبيتوه، وما تنسوش تعملوا لنا مشاركة على القناة، وتعملوا لايك على الفيديو، تتعلقوا بأي كومنت حابينه، اي تعليق انتوا عايزين تسألوا عليه في الفيديو. لو في اي حاجة مثلا افكار تانية حابين تقترحوها ليا ان انا اعلمها لكم، اكتبوا لي في التعليقات اللي انتوا عايزينه كله، ان شاء الله هرد عليكم بفيديو جديد مع بعض. وتابعونا بقى لفيديوهات الجاية. باي باي. ديكوا شفتوا شكل بتاع الجاكيت، شكله حلو جدا بعد ما لبسناه مع بعض، تقفيل حلو جدا.